لا لا لا، الاختيارات مش قبل الدور الاول ما ينتهي، وده الكلام اللي انا اعلنته، لان انا مش معقول ان انا النهارده اختار لعيب عشان مباراه واحده او اختار لعيب عشان شفته في لقاء، ما ينفعش. طب كابتن شوقي، يعني ما بعد ما نشر في بعض المواقع وبعض الصحف ان هناك يعني الباشمهندس هنا بريده هو اللي زكك وهو اللي نزلك وهو اللي كان واقف ورا منك وهو اللي عينك مديرا فنيا لمنتخب مصر. طب وايه المشكله؟ انا عايز اسال سؤال، يعني هو اللي اختار يعني اي حد بيبقى في اي مكان في اي منصب، اذا كان وزير فبيرشحوا ناس عشان يبقى وزير، اذا كان رئيس اتحاد فبيترشحوا جمعيه عموميه عشان تاخده، اذا كان راجل اي منصب قيادي لابد ان يكون هناك في ترشيح. ما فيش منصب قيادي بيجي كده من الهوا. فلما رشحني شخصيه من 24 شخصيه بتدير الكره في العالم وبتدير الكره في افريقيا وبتدير الكره في مصر، فده شرف كبير لي أو ان يكون ترشيح من شخصيه بنفس المستوى ده. كابتن شوقي، في بينك وبين بعض المدربين اختلافات او في غيره من المدربين، او ولا انت شايف ان الناس كلها مبسوطه ان شوقي غريب النهارده مدير فني وكل ملفوف حواليك؟ لا بص، يعني هو حق كل شخص من حقه ان هو يكون عنده امل يمسك المنتخب، دي حاجه ترجع. لكن انا بالنسبه لي ما اقدرش احكم على حد، انا بشتغل وبادي شغلي وبادي كل دوري. هو المشكله عندي حاجه واحده بس، ان انا من نادي المحله، مش من الاهلي والزمالك، عشان الاقي ان اول ما يطلع حد يتكلم الاقي 30,000 واحد بيردوا عليه. احنا بنعاني كلنا بنعاني من الموضوع ده، بنعاني منه يعني الحمد لله، بنعاني منه اذا كنا احنا انا من المحله، اذا كان حد من اسماعيلي، اذا كان حد من المصري، اذا كان حد من اي اسكندريه، اذا كان اي حاجه. تصور ان محمد سلام ده مدرب حراس المرمى اول واحد في تاريخ حياه اسكندريه يخش المنتخب الاول. طب اسكندريه بما فيها وكل حاجه مفيش فرصه. هو اقتحام المكان هو اللي كان عامل الرجه اللي كانت موجوده. بعض المديرين الفنيين بيعملوا في الفضائيات. لا يعني بص، هو بالنسبه لي انا ماليش دخل بالمدربين، اللي عايز يشتغل لحاجه ترجع له هو. انا بالنسبه لي انا كشوقي، انا ما ينفعش ان اكون راجل مدير فني لمنتخب مصر واظهر في القناه عشان احلل لعيبتي وانقد مدرب بيشتغل انا بستعامل معاه طول السنه. مش معقول اللعيب اللي انا هاخده ان انا اطلع احلله او كده، ده وجهه نظر انا الشخصيه، يعني وجهه نظر انا الشخصيه في موضوع تحليل المباريات، وخاصه اذا كان المنصب بتاعي هو منصب المنتخب، هيبقى في صعوبه كبيره جدا ان انا اشتغل في هذا الموضوع. والموضوع ده من الاول حسم خالص لما كلمني رئيس الاتحاد والمهندس حسن فريد، وقلت لهم انا بالنسبه للتحليل وبالنسبه للكلام ده انا سواء العادي فيه او ما فيهوش انا مش هطلع في المواضيع دي. والله ونتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله، بغض النظر عن المناصب والكلام ده وكده، احنا نتمنى ان احنا في الاول وفي الاخر نعمل حاجه ونرجع اسم ومكانه مصر تاني للرياضه الافريقيه، ونخدم منتخب مصر زي ما قدرنا نخدمه واحنا لعيبه. واعتقد ان ده دورنا وده واجبنا، لان احنا الحمد لله يمكن بلدنا عددنا كتير، فالنهارده احنا بنرد الجميل. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نخدم المنتخب باذن الله ان شاء الله. كابتن احمد، يعني عميد لاعبي العالم ورؤيتك في المرحله الجايه لاختيارات اللاعبين واختيارات الاجهزه اللي تشتغل مع حضرتك، يعني شايف هي حته المنتخب صعبه عما كنت لعيب كوره في يعني في نادي الزمالك وفي النادي الاهلي؟ اكيد طبعا المسؤوليه بتبقى اصعب طبعا، لان انت مسؤول عن عدد او مجموعه، بيبقى اصعب ان انت كلاعب بتبقى مسؤول عن نفسك بس فقط لا غير. فاكيد مسؤوليه جديده، ولكن ان شاء الله احنا باذن الله قدها، وهنبذل اقصى ما في وسعنا، ونتمنى توفيق المولى عز وجل. وزي ما انت شايف احنا النهارده بنيجي وبنروح وموجودين النهارده في السويس بنتابع مباريات، وكل الجهاز بالكامل بيجي ويتابع عشان ناخد افضل مجموعه تمثل منتخب مصر. فنتمنى ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله ان يكون حاجه كويسه بمشيئه الرحمن ان شاء الله باذن الله.